إن الغالبية العظمى من الشبهات عامة الناس تدور حول نقطة رئيسية: أسئلة العدالة الإلهية. ومن تلك الأسئلة: لماذا لا ينتقم الله من الظالمين في الدنيا وقد وعدنا بذلك؟ عندما تشتد الأزمات بنا ويبطش الطغاة بضعفائنا كما يحدث الآن، فإن الكثيرين يواسون بعضهم البعض بالقول: كل ظالم له يوم. لا بد أننا سنرى عاقبة الظالمين في الدنيا قبل الآخرة. دعوة المظلوم لا ترد. نصدق ذلك لأن هناك، ليه بنصدق ده؟ لسببين في تقديرنا المتواضع. لأن هناك خطاب دعوي تخديري يقول ذلك كثيرا، ونصدقه لأنه يريحنا ولا يجعلنا نعمل لإزالة الظلم. وعدم عملنا لإزالة الظلم قد يكون سببا في انتشار الخطاب الدعوي من الأساس. في ناس خلوا الدعاة يروجوا لهذا ليركن الناس ولا يقوموا بشيء انتظار للعدالة الإلهية. انتشر الخطاب الدعوي ليمنعوا الناس من الوقوف في وجه الظلم، لكن تلك قصة أخرى. العذاب بالآخرة والفتنة في الدنيا. العذاب في الآخرة والفتنة في الدنيا. الأصل أن عقاب الظالم يؤخر ليوم الحساب. مش عايزك تصدم. الأصل أن عقاب الظالم يؤخر ليوم الحساب. التدخل الإلهي في الدنيا يحدث استثناء، يحدث أحيانا وليس شرطا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لقد سن الله جل جلاله سنة المدافعة بين خلقه وجعلها سببا لصلاح الكون وعمارة الأرض وإزالة الظلم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما تعيشه الأمة بالأمس واليوم من ظلم وظلمات هو ابتلاء من الله عز وجل، وبناء على مواقفنا مع هذا الابتلاء نستحق العقاب أو المثوبة. إذا أصابك أو أصاب غيرك ظلم يجب أن تسعى لإزالته، لا أن تنتظر الله ليزيله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. عندما يقع الظلم فالجهاد الحقيقي هو السعي لرفع الظلم عمن ظلم. والناس في التعامل مع الظلم ثلاثة أصناف لا رابع لهم: الموقف الإيجابي حيث نصرة المظلوم وردع الظالم، وده الموقف الوجوبي من وجهة نظرنا. فالإسلام الذي لا يردع ظالما ولا ينصر مظلوما إسلام مزيف. الموقف السلبي أن تركن للظالم بإعانته على الظلم أو تبرير ظلمه أو حتى تصيد أخطاء المظلومين. العقوبة لمن يركن للظالم أخروية في الآخرة. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الموقف الأخطر بقى مصيبة الأمة، الموقف الأخطر والذي تشترك فيه الغالبية من الأمة للأسف الشديد الوقوف على الحياد، حيث لا تركن لظالم ولا تنصر مظلوم. من رحمة الله أن الوقوف على الحياد عقوبته دنيوية، هناخدها في الدنيا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كل ما يحدث من ابتلاء، من ألم، من ظلمات في تلك الحياة هو نتيجة السكوت عن الظلم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهل سترجعون؟ آمن من آمن وأدبر من أدبر. الله غالب.